بسم الله الرحمن الرحيم. اجمد جون يا جماعه شفته في الدوري لحد النهارده، الهدف اللي جاب المصري في نفسه. هدف جميل وممتع ما شفناش زيه قبل كده، قبل حتى ما نعرف التشكيله، قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حته قلشه جون لدرجه ان انا اتلخبطت، ما بقتش عارف فريق مين بيلعب فريق مين. الرحيم. مع اني اهلاوي وافتخر، بس في ماتش غريب عجيب شغال. الجون الاولاني بهدف عكسي من المصري في نفسه، بعديها جون موظفين جميل للزمالك، بعديها هدف للمصري وتبقى النتيجة 2-1 والدقيقة ما كملتش 25. يا ترى الماتش ده هيحصل فيه ايه؟ المصري البورسعيدي يفعلها من ركنية جميلة ويحرز التعادل بعد الهدف العكسي اللي جابه، والنتيجة دلوقتي بقت 2-2. المصري البورسعيدي أداؤه جميل، لعبه حلو، والكارثة كلها إن الزمالك تخسر بعد الغلطة الفادحة اللي حصلت من المصري في أول المباراة. ادينا بنتابع ونشوف الكلام على ايه. فرص بالجملة ضايعة للمصري البورسعيدي ويستحقوا ياخدوا الماتش. هنشوف هتصفر على ايه. الدقيقة 80 الماتش شغال، المصري البورسعيدي اخطر، ركنيات اكتر، اما نشوف هترسى على ايه. ويتقدم المصري البورسعيدي لأول مرة في الماتش في الدقيقة 86، النتيجة تبقى 3-2، وفعلا الماتش كان يستحق للمصري البورسعيدي. مبروك للمصري البورسعيدي، مع اني مش بشجعه، وهارد لك للزمالك اللي خد على قفاه كالمعتاد. الماتش كان فيه اخطاء من المصري بس لعبه احسن من الزمالك. تمام، هدف عكسي في الاول، الرجاله قدرت ترجع، عملت الريمونتادا كما يجب ان تكون، والزمالك لسه في مكانه الطبيعي، لسه زي ما هو، ولا بيعرفوا يلعبوا ولا بيعملوا حاجه. كل اللي صعبان عليا اخواتي الزملكاويه اللي عاملينه في نفسهم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لكم عاده.